عجبتوا الفيديو يا حبايبي ما تنسوش باللايكات والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهاردة يا حبايبي إن شاء الله نعمل رز بسمتي بالخضار بالبسلة كده، بيبقى جميل بالكاري. ما عندكيش بسمتي يا حبيبتي مشيها رز عادي، مش هيبقى وحش إن شاء الله. وعندي هنا يا حبايبي استريبس كنت جايباها كده في قلب وعيناها في قلب الفريزر، متبلاها بملح وفلفل وبصلة مبشورة. هطلعها كده يا حبايبي معاكم النهاردة، واقوم جاية عاملة ايه النهاردة ان شاء الله. البهارات بتاعنا ايه يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كركم على كاري، بابريكا، جنزبيل، لورا على حبهان، قرفة. وهي دي، والفراخ اوريدي كان فيها ايه ملح وفلفل، فانتي الافضل اللي تضيفي بقى للمكونات دي ملح وفلفل. نضيف بقى يا حبايبي ايه البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخلطهم جامد مع بعض، نسيبهم اقل حاجة ايه ساعتين كده او ليلة كاملة لو مش مستعجل. تقومي جاية غلطاهم كده يا حبايبي. الله يصلح حالكم يا رب ويسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب، ويدخل الفرحة علينا يا رب وعلى أمة محمد جميعا. شوفوا يا حبايبي ما شاء الله. نضيف بقى هنا كمان ايه معلقة مستردة ومعلقة خلطنا المكونات جامد يا حبايبي. نضيف بقى ايه معلقة مستردة كده، بتديها طعم جميل. لو ما جربتهاش فايتك كتير يا حبيبتي. ومعلقة كاتشب برضو ايه مش كتير، معلقة اكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نمزجهم برضو ونغطيهم بقى يا حبايبي، ونسيبهم في التلاجة ايه ساعة او ساعتين لعند ايه ما تيجي توضبي غداك ان شاء الله. هنا بقى يا حبايبي الرز البسمتي انا بنقعه. انت ما بتحبيش تنقعي ده بيرجع، بس انا الحمد لله بنقعه وبيطلع زي الفل. بنقعه. فهي كوبايه الرز المصري بتاخد ايه قدامها كوبايه، لكن البسمتي معروف الضعف، لو كوبايه نحط 2. لا انا بحط كوبايه ونص عشان انقعه، بدل ما احط كوبايتين ميه لا بحط كوبايه ونص بس. نعمل الرز بقى يا حبايبي. بشرت معايا بصلايه اهوت، واقوم جايه اللهم صل على النبي مسخنه معايا الحله. نحط شويه زيت، نحط قيمه معلقتين كده. ننزل بالبصل المبشوره يا حبايبي. لو مش عايزه تبشريها مفيش مشكله، قطعيها مكعبات يريحك. ناخدها بقى تشويحه كده. البصلة اتشوحت اهي يا حبايبي. ننزل معانا البهارات بتاعنا، معلقة كبيرة كركم على كاري، عود قرفة صغنن، معلقة صغيرة قرفة، ولون. ناخدها تحميصة كده. بسم الله. بعد كده ايه نضيف البسلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. شوفوا اللون الجميل. خدت التحميصة والروايح طلعت. ننزل ايه بشوية بسلة كده ايه متفرزين. ناخدهم تشويحة برضه. نضيف الملح. بسم الله. كوباية الرز بتاخد معلقة صغيرة يا حبايبي. هنا يا حبايبي البسلة خدت تشويحة مع البصل ومع البهارات والروايح طلعت. هنا يا حبايبي الرز اهوت اللي كنت غسلاه ونقعاه نص ساعة. رز البسمتي لو مصري برضه هيبقى زي الفل معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسخن يا حبايبي اهوت بغلي المية، بحيث ما ينفعش يتحط عليها المية الا مغلية. ناخده تشويحة كده في التوابل، وبعد كده نقوم حاطين ايه المية كده يا حبايبي اهوت. شوحت الرز، اقوم جايه له حاطه له ايه الميه بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه في البسمتي بتاخد 2، مني نقعاه حط 1.5 بس يا حبايبي. وظبطي ملحك بقى. شوفوا ما شاء الله اللون الجميل.
نغطي على يا حبايبي. هنعمل التغطية بتاع الستريبس. هنحط كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا. لو هتعملي كوباية يبقى عليها نص كوباية نشا. ماشي يا حبيبتي. هنقوم جايين عاملين حاطين نص كوباية نشا على كوبايتين دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد نص الكمية دي يا حبيبتي، ونقوم جايين سايبينها ناشفة كده، عشان دي اللي هتبقى للتغطية الخارجية. والنص التاني هنقوم جايين بقى عاملينه بشوية مية او شوية لبن، عشان ده اللي هنغطي بيه التغطية الاخرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا حوالي نص الكمية اهو يا حبايبي. هنا بقى الجزء اللي هنعمله للتغطية وهنعمله سايل. هنحاول ان ناخد جزء من اللي هو التتبيلة الجميلة دي اللي في الفراخ. كماني كنت عاملة الاستريبس اصلا ببصلة ناعمة. شوفوا ما شاء الله، نزل ميتها والروايح جميلة ما شاء الله. كركم والكاري والبابريكا وملح وفلفل. عايزة تحطي توم باودر، البهارات دي ترجع لك انت. اللي ما تنسيش طبعا المستردة زي ما قلتلك، والكاتشب اللهم بارك، بتخلي الطعم يروح معاكي في حتة تانية خالص. هنفضل بقى يا حبايبي هنا نزود مية لعند ما يدينا خليط كده، لا هو كيك ولا هو مية خالص، وسط. ندوب بس ونحط المية شوية شوية اهو يا حبايبي. شفتوا الخليط وقوامه؟ شفتوا القوام؟ هو ده القوام المطلوب. ننزل بقى يا حبايبي. شفتوا الخليط؟ شفتوا جماله؟ نقوم نازلين بالقطع معانا كده في قلب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت ده لو حابة تضيفي بيضة ضيفي يا حبيبتي. شوفي ما شاء الله. ناخد بقى منها قطعة قطعة ونقوم حاطين في الخليط الدقيق والنشا. ممكن برضو من نفس التتبيلة اللي حطيناها تقومي جاية متبلة تاني الدقيق. بس انا بصراحة هستكفى بالتتبيلة اللي بس اللي في التتبيلة مع الفراخ، عشان التتبيل ما يبقاش اوفر اوي كده يا حبايبي. يا حبيبتي ما شاء الله القطعة معاكي. نعمل واحدة كمان. بسم الله. شوفي يا حبيبتي الجمال. متنسوش يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تشتركوا وتحطوا اللايك. شوفوا يا حبايبي الرز ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله اتشرب ازاي وزي الفل. وشفتوا اللون والجمال اللهم بارك. نقوم جايين موطين بقى يا حبايبي. نعمل بقى يا حبايبي الاستريبس اهو. سخنا الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطه طبعا على زيت سخن كده يا حبايبي، ونحاول ننزل بالدرجة شوية من عشان برضو يستوي. في نفس الوقت ما تسخنوش الطاسة اوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت ده بقى يا حبايبي نقدر نقلب. ما تقلبوش قبل كده عشان الطبقة اللي تعبتي وعملتوها ما تخفش منها. تقلبوا كده بالراحة. وما شاء الله بقى متماسك وبقى جميلة. شوفوا اللون والجمال اللهم بارك. ان شاء الله تعمليه ويعجب اولادك ويحسن ما بين ايديكي يا رب. وهنا الرز يا حبايبي كمان ما شاء الله الرز وجماله. شوفوا الفلفلة ما شاء الله. شوفوا يا حبايبي اللهم بارك اللون وجماله ما شاء الله. كده بقى نقوم مطلعينه بقى عشان ما ينشفش مننا. وهنا الرز يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك.
نضرب بقى يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك اللهم بارك اللهم اقسم بين ايديك يا رب. اللهم اجعل كل ده على وجه الارض يا رب. نطلع بقى هنا يا حبايبي السيف ما شاء الله. هو اهو سامعين القرمشه؟ سامعين يا حبايبي؟ يا رب يا حبايبي لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اختكم بالاشتراك واللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.